الميدان، السؤال الأخير متعلق بالميدان. يبدو أن الميدان كمان سيظل أو صحيح عادة الثورة للميدان وعاد الإخوان للميدان، لكن ما زال الميدان ساحة للصراعات. يعني حتى قوى سياسية عديدة تطالب الإخوان المسلمين بالاعتذار لأنهم عادوا للميدان بعد أن كانوا في السابق في الأيام الأخيرة يعني يتهمون الميدان بإثارة الفوضى. هم يقولون الآن فلتعتذروا أولا حتى يعود التوحد من جديد داخل الميدان. احنا ما غبناش عن الميدان عشان نعود إليه، وما اعتقدش ان احنا ارتكبنا خطأ في حد عشان نعتذر، وده مش من باب الكبر او الاستعلاء ابدا، انما قراءة موضوعية للمشهد. احنا من اللحظة الاولى قايلين ان عندنا مهمتين استراتيجية كاخوان وحزب حرية وعدالة. المهمة الاولى المساهمة في بناء نهضة مصر على اساس المرجعية الاسلامية. المهمة الثانية الحفاظ على قدر مناسب من حيوية الثورة وتعظيم نتائج. ممكن او تعمل انتخابات والبرلمان يمنع ممارسة اختصاصاته، ممكن يتهدد بالمحكمة الدستورية، ممكن يبقى عندك أغلبية برلمانية، مش احنا بس كإخوان، أي حد. أنا بتكلم على مشهد مطلق دلوقتي بغض النظر عن مين الطرف اللي موجود، ويحال بينك، ممكن تزور الانتخابات. فالضمان الرئيسي لاستكمال تحقيق الأهداف التي سار الشعب المصري من أجلها في 25 يناير هو استمرار قدرة الشعب المصري على الثورة. وبالتالي لا أقول أنه كانت هناك ثورة ودلوقتي ثورة تانية، لا، هي ثورة موجودة ومستمرة. ولكن المفروض ان انا لما بنزل الشارع او انزل الميدان او بستخدم الادوات السياسية المختلفة بما فيها الحشد الجماهيري بستخدمها بحساب وبمنطق ولتحقيق اهداف معينة. فلو تعرضت للمشكلة واتكلمت مع الاطراف المختلفة السبب في هذه المشكلة وحلوها، خلاص. لو قالوا لي لا ده انت مخطئ في كذا وكذا وكلامهم كان منطقي، خلاص. لو لم يقدموا تبريرا منطقيا فبستخدم اداة تانية. وبالتالي نحن لم نغب عن الميدان، ولكن باستمرار كنا والآن وسنظل ننزله بحساب. مش أي مجموعة من الناس، مع احترامي ليهم وتقدير الكامل وتقدير الإخوان كلهم لحقهم في ان هم ينزلوا ويعبروا، لأنه أنا ما أقدرش أفرض رؤيتي على الآخرين. يعني مجموعة أخرى شايفة أن هي النهاردة تنزل مثلا وتطالب بحاجة معينة، حتى لو كانت دي من وجهة نظري معركة فرعية ما تشغلش أنا بيها دلوقتي، لأن أنا مشغول ببناء النظام السياسي الديمقراطي الصحيح، مشغول بإطلاق مشروع النهضة. فدي قضايا استراتيجية. لما تيجي موضوعات فرعية، ما النهاردة واحد يقول لي انت ليه ما بتردش على الإعلام اللي بيشوهك والناس اللي بتشتم واللي بتعمل؟ احنا مش فاضيين للكماين دي. العمر ما عادش فيه كتير، وشعبنا اتحرم من الحياة الطيبة عشرات السنين. فانا هقعد دلوقتي مشغول بالرد على سين وصاد وادخل في معارك فرعية؟ لا. وبالتالي انا بنزل حسب لما الاقي. وعشان كده لما تم محاولة فرض وثيقة السلم نزلنا 2 مليون مش 1 مليون واحد. ودلوقتي لما نزل موضوع الفلول وعمر سليمان والكلام ده كله، ما هو قيل نزلنا في 13 من اجل مصالحكم الخاصة. لا ولا مصالح ولا حاجة. هتشوف نجح مرشحنا ما نجحش، استمرنا ما استمرناش، سيظل خط الثورة اساس بالنسبة لنا. ولكن انا بقول بحترم، اذا فشل مرشح الاخوان المسلمين الا يعد ذلك هزيمة للجماعة؟ ليست هزيمة. شوف هقول لك حاجة، هفرق بين حاجتين. اذا في تزوير يبقى الموضوع محتاج ضغط وحشد وكل حاجة وننزل ميادين وننزل طالما تزوير. انما الشعب اختار حد غيري لن اكون حزينا ولا اعتبر هزيمة. الروح دي لازم تتغير عندنا كمصريين. طبيعة العملية الديمقراطية انك بتعرض برنامجك الناس مستعدة له وموافقة عليه ومصدقاه، اهلا وسهلا. اختارت حد تاني برضو، اهلا وسهلا. هيجربوا ويشوفوا، سواء جربوني الدورة اللي بعدها لقوني وفيت ونجحت هياخدوني تاني، لقوا حد تاني جربوه وما نفعش هيرجعوا لي، او ده نجح هياخدوه. احنا بندور على مصلحة الشعب وندور معها حيث دارت طالما ما بتتعرضش. طيب.